اللي أهم من الوصفة هي الفكرة البسيطة اللي في الوصفة، لأن كلنا أكيد بنعرف نعمل ازاي شوربة عدس. هنا ربع كيلو عدس غسلته وحطيته في شوية مية، توم وبصل وجزر وطماطم ومكعب مرق دجاج. مرضتش المرة دي أضيف بطاطساية، ملح وفلفل وكمون. طيب ايه بقى الزيادة اللي في طبق الشوربة بتاعي ده؟ ان انا حطيت مع المية كوباية شوربة فراخ. كوباية شوربة فراخ على فكرة بتنقل طعمها لحتة تانية خالص. طب انا النهاردة عايزة اعمل فتة عدس، بس مش الفتة بقى اللي بالخل والثوم، الفتة بتاعتنا المعتادة عليها. تعالي بس كده نشوف بعد ما اتسلقت هنعمل ايه الاول. سبتها لحد ما الخضار استوى كده والعدس استوى. المضرب اليدوي ده بقى ميزته ان احنا خلاص هو على النار كده، انا طفيت وببدأ اضربه كويس جدا. مش محتاجة ان انا اصفيه بمصفى، هو بيضربه حلو قوي. خلاص دي كده جهزت، خليها على جنب. العيش الابيض الشامي بتاعنا جبته قطعته كده مكعبات وفي الزيت وحمرته. ما عملتش بقى العيش البلدي بقى بتاعنا الفتة الدسمة. لا خلاص، اكنك بتحمري شوية بطاطس كده وتسيبيها كده على مناديل تصفي. خلاص صفينا، ناخد المنديل ده نرميه. ومعلقة توم حلوة كده كبيرة نقلبها في العيش، ورشة ملح خفيفة. ورشة الملح الخفيفة دي هي الحاجة الاختيارية اللي فيها. انما طبعا بدل ما نقوم بقى نعمل طبق الفتة بتاعنا الدسم ده، لسه الشتاء الجامد بقى والبرد الشديد لسه ما دخلش عشان نعمله. فدي كده حاجة سهلة وخفيفة، سهلة في العمايل وفي الهضم وفي الاكل. عايزة اقول لكم رز رايحة جاية على العيش ده، تقولي بطاطس يا ماما بطاطس، طعمه حلو جدا. يعني هو ممكن يتعمل لوحده كده من غير اي حاجة كده، ونقعد ننقنق فيه. خلاص قدمته كده العيش مع الشوربة وليمون مقطع، وشوفي بقى كده الشوربة شكلها حلو ازاي. وعايزة اقولك طعم شوربة الفراخ فيها تحفة. جربوا تعملوا شوربة العدس بشوربة فراخ او شوربة لحمة، اي شوربة عندك فعلا بتغير طعمها تماما. بدأت اخد كده من العيش واحط كده على الشوربة واكل. وعصرة ليمون. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، ما تنسونيش في دعواتكم. سلام عليكم.